يرفضون الحل السياسي الذي تطرحه المملكة المغربية، ويريدونه حلا عسكريا، رغم أن المغرب والأمم المتحدة ومن خلفهم بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن أولا وربما في المنطقة. مع ذلك يبدو الحل العسكري أقرب بالنسبة لهم، بل أكثر نجاحا، لذلك يفعلون كل ما بيسهم لتقسيم المملكة. فهل تتركهم المملكة ليصلوا إلى مآربهم؟ السلام عليكم. لا خير فينا إذا كانت أقصى تطلعاتنا هي أن نجزئ المغرب عن بعضه، صحراء أو ريف أو 6 ومليلية. ولا يمكن لأحد أن يثبت فكرة أن تقسيم دولة عربية هو أمر جيد، فما بالك إذا كان ذلك البلد هو المغرب المتلاحم، وما بالك إذا كان الجيش الملكي حاضرا دائما. حلقة خاصة يكون فيها التراب المغربي واحدا وأولا. حياكم الله، أنا المغترب، وأهلا وسهلا بكم. في الوقت الذي يمكن أن يسير فيه ملف الصحراء نحو تطورات حاسمة في ظل إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل صريح دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي الذي تقدم به في عام 2007، انتقلت الدولة الجزائرية إلى الخطة الموالية في صراعها مع المغرب، حيث بدأت تركز أكثر فأكثر على منطقة الريف وتمهد لإنشاء ميليشيات مسلحة انفصالية على غرار البوليزاريو التي فقدت منها الأمل. جاء التأكيد على لسان شخص لا أحد يعلم من هو، ولكن يدعى جابر الغداوي، أحد مؤسسي ما يسمى الحزب القومي الريفي، الذي رأى النور قبل أيام في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي استضافته بشكل مباشر وسائل إعلام تابعة للدولة الجزائرية قبل أيام. طلب بشكل صريح هذه المرة من الدولة الجزائرية احتضان هذه المجموعة الانفصالية وتوفير التدريب العسكري لها على استخدام الأسلحة على شاكلة جبهة البوليزاريو الانفصالية. يدعو الغداوي الجزائر للاعتراف بما اسماها جمهورية الريف في أقرب وقت ممكن، ودعا أيضا إلى استقبال سكان الريف الذين سيفرون من المغرب كما اسماهم في سيناريو يحيل إلى الذاكرة مخيمات تندوف، ولكن الأخطر كانت هي دعوته إلى افتتاح مراكز للتدريب العسكري واستقبال عناصر المجموعة من أجل تعلم استخدام الأسلحة، داعيا السلطات الجزائرية دائما إلى تصنيفهم كحركة تحريرية. كانت الدولة الجزائرية هي أول دولة توفر التغطية الإعلامية لما يسمى بالحزب القومي الريفي كما أسموه، المقرب طبعا من البرلمان السابق إدريس شاعو، الذي يطالب المغرب بتسليمه بسبب الاتهامات التي تطارده بشأن الإتجار الدولي في الممنوعات، وهو الأمر الذي دفعه في النهاية إلى اللجوء إلى هولندا والتحول إلى مدافع عن انفصال المنطقة عن المغرب وتأسيس ما يسميها بجمهورية الريف. الحقيقة بعد استضافة قناة AL24 الجزائرية الإخبارية قبل أيام، الغداوي مباشرة بعد تأسيس الحزب أعلن دعمه للطرح الانفصالي في الصحراء. طبعا هذه تأتي يعني بمثابة كليشيه وتحركات ميليشيات جبهة البوليزاريو الانفصالية، وأعرب عن أمله في أن تتعامل الدولة الجزائرية مع مجموعته بنفس المنطق، وأضاف أنهم يعتمدون على ما وصفه بالجزائر الكبرى إلى جانب جنوب أفريقيا ودول في أمريكا اللاتينية من أجل دعم الكفاح، من أجل الحفاظ على الاستقلال وفق تعبيره. كانت المجموعة قد أعلنت عن ميلاد الحزب بتاريخ 16 من شتنبر الجاري باعتباره ذراعا سياسيا لما يسمى حركة 18 من شتنبر لاستقلال الريف، هي نفسها الحركة التي يقودها شاعو، وتعمل حاليا على تأسيس ما يسمى حكومة في المنفى قبل أن تبدي بشكل علني رغبتها في تأسيس ميليشيات مسلحة تكون قواعدها في الجزائر، وهذا موضوع خطير بكل صراحة. يأتي ذلك في الوقت الذي فقدت فيه الدولة الجزائرية العديد من خيوط اللعبة في ملف الصحراء، بعد أن حسمت الإدارة الأمريكية الحالية قرارها بدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية طبعا، وإخبار جبهة البوليزاريو الانفصالية بأنه الانفصال الذي تدعو إليه هو خيار غير واقعي، عبر جوشوا هاريس مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمكلف بشمال إفريقيا خلال زيارته طبعا للمغرب ولمخيمات تندوف وإلى الجزائر، التي تخشى أيضا أن تلعب المغرب أو يلعب المغرب ورقة دعم انفصال منطقة القبائل التي تتوفر على حكومة في المنفى هي أقدم وأعتق تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس. تنتظر الآن قرار مجلس الأمن الجديد بخصوص ملف الصحراء في أكتوبر المقبل، والذي سيلي الزيارة الأولى لستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام طبعا للأمم المتحدة إلى كل من مدينتي العيون والداخلة.
هكذا بعد أن وضعنا بعض النقاط على الحروف في هذه القضية التي كانت مبهمة قليلا وحساسة بالنسبة للبعض، علينا إذن أن نبحث في موضوع مهم سبق وأن حدث البارحة، هو انسحاب الجزائر من تنظيم كان 25 وكان 27. ولكن كان للاتحاد الإفريقي رأي آخر بهذه القضية بعد أن أكدت تقارير إخبارية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيرفض أي طلب للانسحاب من سباق الترشح لاستضافة كأس إفريقيا لكل من العامين 2025 و2027 قبل أقل من 72 ساعة على الإعلان الرسمي عن الفائزين بشرف تنظيم المسابقة. أوضح الصحافي السنغالي ساني مالانغ أن دفتر التحملات الخاص بالترشح لاستضافة هذه التظاهرة الكروية ينص على عدم قبول سحب أي ملف قبل أقل من 72 ساعة على تصويت المكتب التنفيذي للكاف في العاصمة المصرية القاهرة. كان الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد جهيد زفيزف وليد صادي قد أعلن في تصريح تلفزيوني يوم الثلاثاء انسحاب بلاده من سباق الترشح لاحتضان كأس إفريقيا ل 2025 بعد أن أعلنه المعلق الجزائري حفيظ دراجي. يأتي ذلك قبل 24 ساعة من الإعلان عن مستضيفي البطولة. غالبا عندما تبث هذه الحلقة سيكون قد تم البت بالمرشح الذي سيقوم بتنظيم هذه المسابقة، والذي نتمنى أن يكون المملكة المغربية طبعا بكل تأكيد، وسأبارك لكم عندما ندرك الخبر بشكل مباشر. كما يعتقد الجزائر الذي هرول إلى الكاف من أجل سحب الملف خوفا من الهزيمة من المملكة المغربية أن السيناريو الذي ينتظرهم ممنوع تماما على أصحاب القلوب الضعيفة. بداية هذا السيناريو كان عبر بلاغ للاتحاد الأفريقي كما قلنا الذي رفض هذا الطلب الرامي إلى الانسحاب بشكل مباشر، على اعتبار أنه لا يمكن هذا الأمر. الآن أمامنا مرشحين، لنفرض أنهم 10 مرشحين، يجب أن نختار من بينهم، لا يمكن أن نقول انسحاب طرف في آخر لحظات الاختيار. بالتالي وجب انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لهذا السباق حتى يعلم الجميع. ربما هي بمثابة مقارنة بين المملكة المغربية وبقية الدول الإفريقية على سياق التنسيق والتنظيم الذي تستعد المملكة المغربية من خلال هذه التظاهرة الكروية وهذا التنظيم الكروي أن تظهر للعالم أجمع أن 2030 سيكون تاريخيا كعام بالنسبة للمملكة المغربية إذا ما استطاعت أن تحتضن هي وإسبانيا والبرتغال ملفها الثلاثي لمونديال كأس العالم 2030. ستكون بمثابة بروفا إعدادية لهذا المونديال لتؤكد المملكة للعالم بأسره أنها بلد التحديات الكبرى رغم المآسي الحالية، وأنها قادرة على تنظيم أي حدث مهما كان حجمه، وأن ما نظم من قبل يبقى مجرد فقاعات إعلامية في باقي الدول. يرتقب أن تكون دورة 2025 أفضل نسخة من نسخ هذه البطولة على مر التاريخ لأسباب عديدة. اضطرت بعض الدول للانسحاب أو رغبة في الانسحاب من أجل أن تنجو من أن تكون ضحية التفوق المغربي. يقول بعض المراقبين ربما سنشهد فعلا أحد أفضل النسخ التي يمكن أن تشاهد من كان 2025 إذا ما حضرناه إن شاء الله، لأنه سيكون على يد رابع كأس العالم أو رابع المربع الذهبي لنهائيات كأس العالم التي حدثت في قطر، على أمل أن نكون أحد أهم المشجعين للمنتخب المغربي في تلك البطولة. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها واستمتعتم بها، وعلى أمل لقاء بحلقات جديدة. كان معكم المغترب، دمتم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.